الحلوة دي قامت تعجن في البدرية والديك بيدن بالفجرية. يلا بينا على باب الله يا صنايعية سعد صار. عم حول لشعيري لك شبك بصلتك محروقة بتخطف الكباية من راس الماعون. سمعنا. تقول طنجرة ولقيت غطاها رح يحط خبزاته على جبناتها ويعيشوا سوا على الحلوة والمرة. يعني رح ناكل ملبس؟ رح تاكلي قتلي ها؟ لهلأ ما بتعرفي البقدونس من الكزبرة؟ أكلنا هوا. البساطة ويا عيني البساطة. على فكرة هاي مو بساطة، كيلو الجبنة ب250. ايه أهلين. على فكرة هذا مو راديو، هذا صحن فتوش. حلقة جديدة من برنامج فتوش مع مايا هلأ على راديو سوريالي. خلص العيد وأكلاته وإجا الشيخ وأكلاته، وكل سنة وإنتو سالمين. حلقة جديدة من برنامج فتوش على راديو سوريالي معي أنا مايا. مساء الخير. قبل العيشة لا يا سيدي وبعد العيشة ايه وايه. قبل العيشة لا يا سيدي وبعد العيشة ايه وايه. مع مين ومع مين ولا ارسلك سلام مع مين يا مهجة العين ويا وصفة جديدة لأكلة جديدة ومنطقة جديدة. هلأ الأكلة ما جديدة الصراحة، وما حدا ما بيعرف الكبة النية. ايه كبة نية، بدنا ندلل حالنا بعد رمضان بصحن كبة. الكبة النية يلي هي عبارة عن هبرة نية مفرومة مع برغل ودبس فليفلة وزيت وشوية بهارات. وطريقتها التقليدية هي إنه كله بينخلط مع كله، وأحياناً بتتاكل تغميس بدون كبكبة حتى. يا برقي سلم عليهم كل ما تلمع. كنتوا بعيدين وبإخبار اللي كنا نسمع. صرتوا قريبين وما بتطلع ما نشبع. قبل العيشة لا يا سيدي وبعد العيشة. بس اليوم حلقتنا من شمال سوريا ومن مدينة حارم تحديداً. ليش حارم بالذات من بين كل ريف إدلب؟ لأنه رح يلزمنا فليفلة حارمية حدة وزيت زيتون ممتاز لوصفتنا. الكبة النية على طريقة أهل ريف إدلب عفتوش بعد الفاصل. عبدو حابب غندورة وغيرها ما بدو، وهي غندورة مقفورة عالقانب عبدو. أيوة عبدو حابب غندورة غيرها ما بدو، وهي غندورة مقفورة عالقانب عبدو. كمل. سوريالي سوريالي. مقادير الكبة النية على الطريقة الحارمية: كيلو برغل ناعم منقوع يفضل يكون أسمر، نص كيلو هبرة غنم مفرومة ناعم، شقفة دهنة أولية يعني بحدود 150 أو 200 جرام، فليفلة حمرة حارمية قرن الغزال وهي بقى لازم تكون ميبسة، بصلة صغيرة مفرومة، مي، زيت زيتون وملح وكمون. سوريالي سوريالي. يعني عبدو بدعة حبه ماله قياس، رح يهجم عالضيعة ويضرب كل الناس. لازم يتجوز غندورة بتروق الحالة مقفورة، بتغني الضيعة وطيورة فليحيا عبدو. يحيا عبدو حابب غندورة وغيرها ما بدو. بظن صار واضح بالنسبة إلكن إنه أكلة اليوم أولاً مدهنة وثانياً حدة، لهيك فيكن تعدلوا كميات الحدودية والدسم على كيفكن، على هوا ذوقكن وصحتكن ومعدتكن. أول شغلة رح نعملها رح نشتغل بالفليفلة. رح نشيل القمع الأخضر من الفليفلة اليابسة ونشرحها ونشيل البذور تبعها وننقعها بالمي شغلة 10 دقايق لحتى تطرى وتصير خرج الهرس. انتبهوا منيح على إيديكن من الفليفلة، وأوعى تنسوا تفركوا عيونكن، بتوصل الولويل لسابع حارة، والأفضل إنكم تلبسوا كفوف وقت بتشتغلوا فيها، خاصة إنه لسه رح تتعاملوا مع الفليفلة بآخر خطوة من الشغل.
بس تطرى الفليفلة رح نصفيها من المي ونحط مع الدهنة، وبالهاون أو بالخلاط حسب المتوفر عندكم رح ندقهم أو نطحنهم منيح كتير لحتى يختلطوا ويصير قوامهم سائل. هذا السائل الأحمر هو الصوص الحد اللي رح ندهن فيه الكبة من برا، وهيك منكون خلصنا من أول مرحلة. المرحلة الثانية بقى هي مرحلة البرغل. بماكينة الكبة مندير البرغل دور واحد مع البصل المفرومة والملح والكمون. صف علينا نخلطهم بالهبرة الناعمة، منحطهم سوا بالقصعة على قولة أهل حارم واللي هي جاط الفخار، ومنبلش هرس ومرس، وبس يختلطوا منيح منكبكبهم بشكل بيضاوي مطاول، وبيقولوا أهل حارم عن هذا الشكل قبوط. وكل قبوط بقى مندهنه بإيدينا من برا بالصلصة الحمراء الحدة ليتلون منيح وياخد الطعمة، وما منقرب إيدينا على عيوننا من هون لشهر مثل ما حكينا. بعد ما نصف الكبايات بالصحن رح نرش شوية زيت زيتون على الوش مشان تتعزز النكهة ويلمعوا الكبايات، ومنقدمهم مع لبن عيران ليطفي الحد مثل ما بيعملوا بحارم، وصحتين وهنا. سوريالي سوريالي. وبعد ما عملنا الكبة الحارمية صار وقت نعرف أكثر عن حارم. حارم حرمت على الأعداء بسبب طبيعتها الجبلية وقلعتها المنيعة، بتشتهر بكتير زراعات غير الفليفلة والزيتون. مثلا فيها جبل كامل اسمه جبل السماق، وفيها مشمش الشكر بكر الحلو والطيب كتير، وكل شي بيشتهيه القلب من خضرة موجود بحارم. وفيها كمان القمح السوادي، ومنه بينعمل البرغل الأسمر اللي ذكرناه من شوي بوصفتنا، وبتعتمد على المياه الجوفية للشرب وسقاية المزروعات. وفيها 7 ينابيع خلوها تضل مسكونة بالبشر والزرع لعصور طويلة من فجر التاريخ ولهلأ. ومن زمان كان في كتير قنوات بتمر بكل المدينة، وحتى إنه الجامع الكبير فيها لما بتفوت عليه بتحس كأنك عم بتصلي فوق المي. ما نعرف بالتاريخ أسماء للمدينة غير حارم. بيقولوا إنه أصل الكلمة بيرجع لتسميتها السريانية القديمة حرم، ومعناها الحرام أو المنزور. وبيقولوا إنه التسمية كمان جاية من الحرمان، لأنه أعدائها كانوا دائما محرومين من إسقاطها. يعني عندكم جبل السماق من طرف، جبل القصير من طرف، وجبل الأعلى وجبل باريشة وجبل الدوبلة. كل هالجبال خلت الطريق لحارم وعر وطويل، وهن كمان بيتسموا جبال حارم. ورغم هيك أخذوا أهلها احتياطاتهم وبنوا قلعة حارم المشهورة، القلعة اللي دوخت أشهر القادة بالتاريخ وأقواهم. وبعد دخول الإسلام ازدهرت المدينة كقاعدة عسكرية وانشهرت بين باقي المدن، حتى إنها تسمت دمشق الصغرى، والأراضي اللي حواليها تشبهت بالغوطة بهداك الوقت. انبنت القلعة بعهد معاوية ابن أبي سفيان لما كان والي على حارم، وبقيت تحت سيطرة العرب المسلمين لبعد وفاة سيف الدولة الحمداني. البيزنطيين استغلوا الموقف واستولوا عليها، وبفترة حكمهم زادوا من تحصينها ورفعوا أسوارها. ولما إجا نور الدين الزنكي ليستعيدها قال إنه كانت المهمة كتير صعبة عليه، وبعد كر وفر ومحاولات قدر إنه يسترجعها.
وأول ما فات السلطان نور الدين على القلعة بيقولوا إنه أمر ببناء منارتين كبار ليضووا للأسرى الهربانين من البيزنطيين طريق رجعتهم. وراحت أيام وإجت أيام وإجا العهد المملوكي، ووصل هولاكو على القلعة، ولأنه كمان تعذب كتير لحتى قدر يسيطر عليها انتقم منها ودمر جزء كبير من المدينة وقتل كتير من أهلها. ونفس هذا السيناريو تكرر مع تيمور لنك اللي وقف 9 أيام بلياليها عم بيحاول يقتحمها هو وجيشه العرمرم الذي لا يقهر على أساس. ولما قدر يدخل كان جانن جنانه ونزل بهالعالم تقتيل وبهالحيوانات تدبيح، حرق البيوت وقلع الشجر. ومو بس هيك، وصى جنوده يرشوا الأراضي الزراعية والبساتين ملح وخلاهم يحرتوها مشان الأرض تبور وما يعود يطلع فيها عرق أخضر. وطبعاً ما صار شي من اللي كان بده إياه، ورجع الزرع طلع وأخضر والبيوت اتعمرت وعمرت ورجعت الحياة لحارم من أول وجديد. حارم اليوم هي مركز منطقة غنية بالآثار كتير. بيقولوا إنه 3 آثار سوريا موجودة بإدلب، و3 آثار إدلب موجودة بحارم. من أهمها موقع طور لاها أي جبل الإله، ومعرمايا يعني بلد الينابيع. ولاد الأرض السمرة ضحكتهم فوارة، ولاد الأرض السمرة ضحكتهم فوارة، تطليعتهم حرة جبهات منارة، ولاد الأرض السمرة. وهيك بيكون خلص سيراننا بإدلب لليوم. موعدنا الأسبوع الجاي بلمة سورية جديدة على أكلة طيبة، ومن هون لوقتها خليكن سورياليين، ونحن معكن دايما أونلاين وإف إم على اليوتيوب وعلى الساوند كلاود. باي باي. مهما عريوا جاعوا ومهما الليل ضاعوا، مهما عريوا جاعوا ومهما الليل ضاعوا، عمر ما بيهونوا وعمر ما بينباعوا، عمر ما بيهونوا وعمر ما بينباعوا، هن الشجر الواقف صامت بالأرض الدوارة، هن الشجر. لتسمعوا كل حلقات برنامج فتوش مع مايا زوروا موقعنا على الانترنت سوريالي.com. هذا مو راديو. سلطة ملطة تبلناها كل شي فيها إلا خيار ما فيها، أصابيع البوبويا خيار فيها وكل شي فيها قويها ويا صحن مجدرة، قويها ومجلل بالكزبرة. كزبرة ولا بقدونس؟ طول عمرك يا زبيبة مجعلكة، لهلأ ما بتعرفي البقدونس من الكزبرة؟ المهم قويها، واللي ما بيسمع راديو سوريالي قويها يلزق بسفل الطنجرة. ولا لا 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 على فكرة فتوش مو برنامج طبخ. هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2014.